إلا كنتي أول مرة خويا أو أختي كتشوف هذا الفيديو كتشوف هذه القناة، ما عليك إلا تشترك في القناة، دير أبوني، اشترك وفعل داك الجرس على الكل باش يوصلك كل جديد، وبارطاجيو الله يجزيكم بخير. لأن القناة كما قلت لكم في الأول يعني جاها واحد الإشعار أنها غتوقف إلى ما تحطش فيها محتوى ما لقاش تشجيع. بارطاجيو على أوسع نطاق. كما قلت لكم ما بقاش غادي نعاود نكرر، أنا غادي نحط محتوى يعني متوحد في اتجاه واحد، أن نتكلموا في الدروس إن شاء الله والقرآن الكريم. يلا خليكم مع هذه التلاوة العاطرة إن شاء الله. خليكم مع القرآن الكريم وسمعوا القرآن الكريم وبارطاجيو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اول شيء كنعتذر منكم على هذه المده اللي غبت عليكم، ما بقيت نحط فيديوهات في هذه القناه بطبيعه الحال، الظروف خارجه على الاراده ديالي. وان شاء الله رجعت لكم في هذه القناه، قناتي وقناتكم افهم صح، غادي نفهموا صح ان شاء الله. ان شاء الله غادي يكون محتوى جديد القران الكريم والدروس فقط. اللي متبعين القناه وكانوا متبعين القناه كيلقاوني انا كنتكلم في دروس، كنتكلم في الدين، كنعطي بعض المواعظ، كندير قرآن كريم مرة يعني كان نتكلم شويه في السياسة، كنرد على بعض السياسيين. ولكن إن شاء الله في هذا المحتوى إن شاء الله اللي غادي نحط إن شاء الله غادي نبقى نتكلم في الدين، يعني الدروس والمواعظ والقرآن الكريم. وإن شاء الله غادي ما غاديش نبعد على المحتوى اللي كنت هنحط، ولكني غادي يكون يعني متوحد أو متوحد إن صح التعبير. يعني إن شاء الله الفيديوهات اللي غادي نبدا نحط في القناة غادي يكونوا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة. يعني غادي نتكلموا في مواعظ ودروس، وخصوصا في شهر رمضان الكريم، نحن على أبواب رمضان، يعني أيام قليلة وإن شاء الله يدخل علينا هذا الضيف ويدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله، وبالطاعة وبالعبادة لله عز وجل. إذن كما قلت لكم غادي نحط فيديوهات ديال القرآن الكريم وديال الدروس. الحاجة اللي كنطلب منكم، الحاجة الوحيدة اللي كنطلب منكم هو الدعم لهذه القناة، لأنني جاني واحد الإشعار بأنه غتم القناة غتوقف حيت مبقاش كنحط فيديوهات. فلهذا يعني تنطلب منكم هذا الطلب. الله يجزيكم بخير، دعموا هذه القناة بالاشتراك، فعلوا الجرس، ديروا ابوني، اشتركوا، فعلوا الجرس وبارطاجيو. وان شاء الله بعد هذا الفاصل نرجع لكم بواحد التلاوة ديال القرآن الكريم نبداو بها ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإخوة الكرام، ما كان محسن من القرآن الكريم بارطاجيو. نحن في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هكا قال الله عز وجل في القرآن الكريم سورة البقرة اللي كنا كنقراو دابا، كيقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يعني بارطاجيو القرآن مع بعضياتكم، سمعوا القرآن، درسوا القرآن، يعني يجعلوا القرآن هو نبراس، يعني القرآن يكون هو القائد ديالكم. خليكم من حاجة أخرى. هذا الوقت وهذا الزمان القرآن الكريم هو الفيصل. بطبيعة الحال القرآن والسنة، يعني السنة كتشرح القرآن. فعليكم بالقرآن الكريم وبارطاجيو بحال هاد الفيديوهات. وكما قلت لكم بلا ما نعاود نكرر لكم، بارطاجيو القناة راه محتاجة لكم. كان معكم أخوكم عادل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.